اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا مساء الفل. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البليله بطريقه سهله جدا وطعمها حكايه. بس ما تنسيش تحطي لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. جبت نص كيلو من الغله بنجيبها من عند العلاف، ونقيتها لو في اي حبه فاسده كده اطلعها على جنب، وبغسلها وبنقعها من بالليل للصبح. باخدها الصبح اغير المية واحط مية تانية، هتلاقي الحبة بتاعتها كده نفشت. وعلى فكرة ممكن تنقعيها لمدة ساعتين وتلاتة في مية مغلية، هتبقى بالظبط زي اللي انتي نقعاها من بالليل للصبح. حطيتها لمدة نص ساعة، هتلاقي المية بتاعتها كده تقلت، وهتلاقيها هي زادت كده معاكي في الحلة. باخدها اقسمها على 2، ما بحطش على الكمية كلها لبن. بجيب كوبايتين من اللبن، وحطيت معلقة من النشا ومعلقة من اللبن البودرة، وقلبتهم مع بعض كده. اللبن البودرة بيديها طعم حلو جدا. وقلبتهم مع بعض، دوبت اللبن والنشا ونزلت بيهم على البليلة. بسيبهم كده لمدة دقيقتين تلاتة لحد ما المية بتاعتها كده تتقل. وبنزل بالسكر، طبعا السكر حسب الرغبة. والنص التاني من البليلة بعد ما بيبرد خالص بكيسه في أكياس وبعينه في الفريزر. لما بعوزه بطلعه واحط عليه اللبن والنشا ونيده زي ما عملت كده بالظبط. جبت الطواجن وبغرف بقى البليلة، ريحتها تحفة. طبعا البليلة ليها قيمة غذائية جدا عالية، وممكن كمان نستخدمها في سحور رمضان. ما تنسيش بقى لايك وشير وتفعلي الجرس.